بسم الله الرحمن الرحيم. ورب عليم بذات الصدور يذل لعزته الكابر، يدين له النجم في سمائه، يدين له الفلك الدائر، يدين له الفرخ في عشه، ونسر السما الجارح الكاسر، تدين البحار وحيتانها، وماء سحاباتها القاطر، تدين له الأسد في غابها، وظبي الفلا الشارد النافر، يدين له. أختها عايزة مني حب. أي إنسان في الدنيا أخي يفرح لو عرف إن في حد من عيلة القوم بيحبها. يعني ممكن تلاقي واحدة فرحانة جدا جدا إن هي يعني فلانة الفلانية ديت من المشاهير بتحبها. تخيلي إن ربنا مالك الملك ومالك الملوك من فوق 7 سماوات يعرف الملائكة إن هو بيحبها. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. إن أنت هتلجأي لله، تستعيني بالله، هتستغيثي بالله، هتطلبي منه، هتلحي عليه في الدعاء يا رب حبني. ما هو النبي كان بيعمل كده. ذكر الله. على قد ما هتشغلي قلبك ولسانك بذكر الله على قد ما هتفوزي بمحبة الله. وكيف؟ ربنا نهاك عن إيه؟ نهاك عن التبرج. ما تخرجيش متبرجة. لا. أنت لما تلبسي حجابك وتنتهي عن التبرج يبقى أنت ذاكرة لله. نفسك تعيش سعيدة. اذكرها. إني قد لجأت لبابك متذللا أرنو لنور رحابك، قد حملت أمارتي بذنوبها يا سوءتي مما حملت لبابي. وما المخرج؟ خد بالك يا أخت، ذكر الله عز وجل من أعظم أسباب السعادة. خلي لسانك على طول في ذكر الله. ده يا أخت الكون ده كله، الحجار والشجر والجبال والدواب، الكون ده كله بيسبح بحمد الله بحمد الله. طوق النجاة. سيدنا يونس عليه السلام لما وقع في بطن الحوت ربنا نجى سيدنا يونس بذكر الله عز وجل والتسبيح. شوف سيدنا أبو هريرة يسبح الله عز وجل في كل يوم 12,000 تسبيحة ويقول هذا بقدر ديته. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أجمل حاجة بقى لما تلاقي نفسك في عز الشتاء والناس نايمة والدنيا برد وانت قايمة عشان تتوضي، عشان أقف بين إيدين حبيبي، بين إيدين ربي، بين إيدين ربي. الله أكبر الله أكبر. أختها احذري. لو تعارض أمر الله مع أمر النفس لابد أن تؤثري رضا الله. ربنا أمرك بصلاة الفجر والشيطان والنفس والهوى بيقول لك إيه؟ هتسمع كلام ربنا ولا تطوع نفسك؟ اللحظة دي لو انتصرت على نفسك أنت فعلا بتحب ربنا بتحب ربنا بتحب ربنا. أختها من يحبك؟ لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا بفضل الله جل وعلا مع سلسلة رسائل إلى الأخوات. الحقيقة الدرس اللي فات كان بعنوان أختاه من تحبيني، كان السؤال موجه لكل أخت فاضلة من أخواتنا، ربنا يحفظ الجميع يا رب. كان السؤال موجه ليها بتحب مين؟ فكان الإجابة بفضل الله سبحانه وتعالى إن هي بتحب ربنا سبحانه وتعالى، وده حسن الظن في كل أخت مسلمة. طيب من حقك النهاردة أن أنت تسألي السؤال زي ما احنا سألناك من تحبين، أنت من الليلة دي هتسألينا ومن يحبني؟ مين بقى بيحبني؟
وأنا هسألك سؤال مقابل السؤال اللي أنت بتسأليه. أنت تتمني مين يحبك؟ طبعا الإجابة معروفة. أي أخت فاضلة، أي أخت موحدة لله سبحانه وتعالى تقول بتمنى طبعا ربنا يحبني، ولذلك نفسي أعرف إزاي يحبني، يعني إزاي أفوز بمحبة الله. وهو ده عنوان الدرس بتاعنا النهاردة، أو هو ده موضوعنا الليلة دي إن شاء الله سبحانه وتعالى. أختاه من يحبك. الليلة دي هنعيش مع 14 سبب من الأسباب اللي تخليكي تفوزي بمحبة الخالق سبحانه وتعالى. أي إنسان في الدنيا يا أخت بيفرح لو عرف إن في حد من عيلة القوم بيحبه، ولله المثل الأعلى. يعني ممكن تلاقي واحدة فرحانة جدا جدا إن هي يعني مثلا فلانة الفلانية ديت من المشاهير بتحبها، بل إن بعض البنات لو ماشية في الشارع ولقت فنانة كبيرة ماشية تبقى حريصة جدا إن هي تاخد منها امضى بس على الأوتوغراف أو تتصور معاها، أو إنها مجرد تاخد نمرة تليفونها وتقول ده أنا معايا نمرة تليفون الفنانة الفلانية أو المطربة الفلانية. شوف سبحان الله بقى، ودي فرحانة بواحدة من أهل الدنيا وربما تكون واقعة في معصية لله سبحانه وتعالى. انسي المثل ده ولله المثل الأعلى. تخيلي إن ربنا مالك الملك ومالك الملوك من فوق 7 سماوات هيعرف ملائكته كلهم سبحانه وتعالى، هيعرف الملائكة إن هو بيحبك. ما هو النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. تخيلي كده اسمك بيتنطق من فوق 7 سماوات. ربنا سبحانه وتعالى مالك الملك ومالك الملوك يقول لجبريل أمين الوحي وأمير الملائكة، يقول له يا جبريل أنا بحب فلانة فعايزك تحبها. يوم سيدنا جبريل عليه السلام ما يكتفيش بكده وبس، لا ينادي في ملائكة السماوات ال7 يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانة فأحبوها، ثم يوضع لك القبول في الأرض. يا سلام، كل الدنيا تحبك. شوف قد ايه ده فضل من ربنا. تقولي طب بقى يعني انت شوقتنا للموضوع ده، موضوع كبير جدا. طبعا ده اغلى حاجه وده اغلى سؤال على فكره تساله اي اخت مسلمه، تقول انا عايز اعرف ربنا يحبني ازاي. انا هقول لك من خلال 14 عنصر تعيشي معاها بقلبك بفضل الله سبحانه وتعالى، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول سبب من الاسباب اللي تخلي ربنا يحبك الدعاء. خدي بالك من حاجة، ان انت هتلجئي لله، هتستعيني بالله، هتستغيثي بالله، هتطلبي منه، هتلحي عليه في الدعاء يا رب حبني. ما هو النبي كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم. حديث جميل قوي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. يا سلام، ده النبي كان بيطلب، يبقى أنت من باب أولى تطلبي كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة أن أنت تستعيني بالله وتطلبي من ربنا وتدعي وتقومي كده في الثلث الأخير من الليل وتقولي يا رب في الوقت الذي ينزل فيه الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا ويقول من يدعوني فأجيبه، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. اطلبي واسألي، قولي يا رب أنا بسألك حبك، عايزك تحبني. شوف دي، ولو ربنا حبك زي ما قلت لك في الدرس اللي فات هيكرمك إكرام دنيا وآخرة. هتعيش في جنة في الدنيا، في جنة في البرزخ، في جنة يوم القيامة، تسعدي سعادة لا منتهى لها ولا نهاية لها بفضل الله عز وجل. يبقى أول عنصر يا أخت، أول سبب تحصلي به على محبة ربنا إن أنت تسألي ربنا إنه يحبك. تاني حاجة ذكر الله عز وجل على كل حال بالقلب واللسان والعمل والحال، إن أنت تذكري ربنا. خدي بالك من حاجة، اللي بيحب حد بيكثر من ذكره. خدي بالك لما أنت بتحب إنسان ولله المثل الأعلى دايما في سيرته، صح ولا لا؟ لو بتحب زوجك، لو بتحب أولادك، لو بتحب الأب والأم، شو قد إيه دايما في ذكرهم، ده والدي عمل كذا وأمي عملت كذا وابني عمل كذا وزوجي عمل كذا. دايما لما حد بيحب حد دايما بيكثر من ذكره، فلله المثل الأعلى. فمن باب أولى أن أنت تكثري من ذكر الله سبحانه وتعالى. وهل هناك أحب إلينا من الله سبحانه وتعالى؟ يبقى تذكري ربنا بالقلب واللسان والعمل والحال. خدي بالك من حاجة، على قد ما هتشغلي قلبك ولسانك بذكر الله على قد ما هتفوزي بمحبة الله. تقولي لي طيب أذكر ربنا إزاي؟ أنا عايز أعرف. يعني هي مجرد أن أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أقول الأذكار دي بس هو ده ذكر ربنا؟ أبدا، ذكر ربنا أوسع وأشمل من كده. طب إيه هو؟ هقول لك بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. أنواع الذكر أخت 5. أنواع الذكر كام؟ عايزك تحفظه ورايا. أنواع الذكر 5. أول حاجة ذكر الله عند ورود الأمر. يعني إيه؟ ربنا أمرك بإيه؟ إن أنا أصلي، يبقى تصلي. لما تصلي تبقى أنت ذاكرة لله. ربنا بيأمرك بالحجاب، يبقى لما تلبس الحجاب أنت ذاكرة لله. بيأمرك ببر الوالدين، لما تبر الأم والأب يبقى أنت ذاكرة لله. بيأمرك بطاعة الزوج،
لما تطيع الزوج تبقى أنت إيه؟ ذاكرة لله. يبقى ذكر الله عند ورود الأمر. في أخت لسه مش محجبة ناوية تذكر ربنا الليلة دي ولا لا؟ وتلبس حجابها إن شاء الله. أكيد في كتير إن شاء الله هيلبسوا حجابهم الليلة دي بحسن ظن إن شاء الله. طيب ذكر الله النوع التالي بقى، ذكر الله عند ورود النهي. ربنا نهاك عن إيه؟ نهاك عن التبرج، ما تخرجيش متبرجة. يبقى أنت لما تلبسي حجابك وتنتهي عن التبرج يبقى أنت ذاكرة لله. نهاك عن الغيبة، عن الكذب، عن النميمة، عن أي شيء يغضب ربنا. يبقى أنت لما تمتثل النهي ده وتقول انتهينا ربنا انتهينا، يبقى أنت ذاكرة لمين؟ لله سبحانه وتعالى. ثالث نوع من أنواع الذكر يا أختي احفظي معايا، ذكر الله في الأحوال والمناسبات. وانت داخله البيت في دعاء بتقوليه، وانت خارجه من البيت في دعاء، وانت بتلبسي في دعاء، وانت داخله الخلاء، وانت خارجه من الخلاء، وانت رايحه المسجد، راجعه من المسجد، وانت بتركبي الدابه، كل ده ليه دعاء. يبقى ده ذكر الله ايه؟ في الأحوال والمناسبات. طيب رابع نوع ذكر الله المقيد بعدد. زي ايه؟ بعد الصلاة المفروضة بيحصل ايه؟ بتقولي سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر، يعني إلى آخر ايه؟ الأذكار اللي هي ايه؟ معدودة، اللي هنا 33، هنا 7، هنا 3، هنا مش عارف ايه، اللي هو المقيد بالعدد. لما تعملي كده يبقى أنت ذاكرة لله. آخر نوع من الذكر شوف قد ايه اللي هو ايه؟ ذكر الله المطلق. وده واضح في قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. شوف دي يبقى يذكرون الله ايه؟ قياما وقعودا وعلى جنوبهم، في أي وضع. يبقى أنت بتذكر ربنا في كل وقت وفي كل وضع وفي كل زمان وفي كل مكان حبا لله سبحانه وتعالى. الحافظ ابن كثير دي كلمة جميلة قوي في تعليقه على الآية دي، بيقول إيه؟ بيقول إن الله لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما. هتصلي الظهر 4 ركعات، هتصلي المغرب 3، هتعملي كذا ده 2، يعني كل حاجة لها إيه؟ حاجة محددة ومعينة. إلا الذكر فإنه لم يجعل له حدا ينتهي عنده، فقال جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يبقى في أي وقت. خدي بالك يا أخت، ذكر الله عز وجل من أعظم أسباب السعادة. نفسك تعيش سعيدة؟ اذكر ربنا، خلي لسانك على طول في ذكر الله. زي ما قلت لك ذكر الله مش بس مجرد النطق باللسان، ذكر الله عند ورود الأمر وعند ورود النهي وفي الأحوال والمناسبات، والذكر المقيد بالعدد وذكر الله المطلق. احملي كل الأشياء دي فأنت ذاكرة لله سبحانه وتعالى. ربنا قال إيه بقى عن الذكر اللي باللسان والقلب؟ قال جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن. خدي بالك مش تسعد، لا، تطمئن القلوب. خدي بالك السعادة ممكن تكون مؤقتة، أنا سعيدة دلوقتي، بعد 5 دقايق ممكن ما أكونش سعيدة. لكن لما تذكري ربنا سبحانه وتعالى يبقى الذكر ده يجعل القلب يطمئن. اطمئنان القلب معناها رسوخ السعادة في القلب. خدي بالك، وأي سعادة أعظم يا أختي من أن أنت تعرفي أنك بمجرد ما تذكري ربنا فربنا سبحانه وتعالى بيذكرك في نفس اللحظة من فوق 7 سماوات. يا سبحان الله، أنا مجرد ما أقول سبحان الله ربنا يذكرني في اللحظة دي. أي نعم، ربنا قال كده: فاذكروني أذكركم. ولذلك أحد السلف، وكان السلف لهم كلام يعني في منتهى البهاء والجمال، قال أحد السلف: والله إني لأعلم متى يذكرني الخالق جل وعلا. قالوا له: كيف ذلك؟ قال: إذا ذكرته، فقد قال جل وعلا: فاذكروني أذكركم. وربنا قال كده في الحديث القدسي، حديث رواه البخاري ومسلم، يقول جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. خد بالك بقى، شوف المنقبة العظيمة ده. وانت قاعدة لوحدك وذكرت ربنا يذكرك في نفسه سبحانه وتعالى. فإن ذكرت الله عز وجل في ملأ، مش ملأ بقى نعمل الحضرة والكلام ده، لا مش المقصود يعني، لا، ملأ يعني قاعدين مثلا بتقرأوا قرآن مع بعض، أخوات مع بعض، أو إنك أنت جالسة في وسط أخوات، فيعني قلت لهم: يا أخوات ما تنسوش أذكار الصباح أو أذكار المساء، فجلست تذكري ربنا سبحانه وتعالى في هذا الملأ. فإن ذكرت الله عز وجل في ملأ ذكرك الله عز وجل في ملأ خير من ملئك، في وسط الملائكة. وصدق من قال:
فأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرتا وناد إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون بن متى وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألتا ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعتا ونفسك ذم لا تذمم سواها بعيب فهي أجدر من ذممتا فلو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنتا ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما ائتمرت ولا أطعتا فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنتا فلا تضحك مع السفهاء لهوا فإنك سوف تبكي إن ضحكتا ولا تقل الصبا فيه مجال وفكر كم صبي قد دفنتا تفت فؤادك الأيام فتا وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت فأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرتا ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون بن متى وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألتا ولازم بابه قرعا عساه ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعتا. لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. حديث جميل جدا عند الترمذي بسند صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الورق اللي هو الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. إيه ده؟ معقولة في حاجة أفضل من كل دوت؟ قال: أجل. قالوا: ماذا هو يا رسول الله؟ قال: ذكر الله جل وعلا. يا سلام، يبقى ذكر الله أفضل من كل ده؟ أي نعم، كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. مجرد ان انت تسبحي الله عز وجل، مجرد ان انت تذكري ربنا افضل من كنوز الدنيا وما فيها بفضل الله عز وجل. سبحان الله. ولذلك جاء في بعض الآثار وإن كانت آثار ضعيفة ان سيدنا سليمان عليه السلام وهو ماشي في يوم من الأيام، وكان طبعا زي ما تعرف ربنا سخر له الريح، فماشي بقى الريح بتحمل سيدنا سليمان ومعاه بقى ايه قوافل الجن والإنس والطير والحاجات دي كلها. ففي واحد بيقول: ما شاء الله لقد أوتي ابن داود ملكا عظيما، يقول سيدنا سليمان. فأمر سليمان عليه السلام أمر الريح أن تنزل، فكلم الرجل فقال: ماذا قلت؟ قال: لقد قلت لقد أوتي ابن داود ملكا عظيما. فقال له: والله لتسبيحة في ميزانك أفضل مما أوتي ابن داود. شوف هديه. يبقى إذن التسبيحة، لأن هو النبي قال كده إن الدنيا ما تساويش عند الله جناح بعوضة. شوف هديه. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يبقى معقولة الدنيا دي كلها تساوي تسبيحة؟ لا، التسبيحة أفضل من الدنيا وما فيها. لذلك لو ترجع بالذاكرة يا أخت، يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن نزول سيدنا عيسى في آخر الزمان عليه السلام، وده من علامات الساعة الكبرى، فقال إيه النبي عليه السلام؟ قال، والحديث رواه مسلم: لا يوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا، يعني حاكما عادلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. يبقى السجدة الواحدة أفضل من إيه؟ من كل إيه؟ الدنيا بكل ما فيها من متاع زائد. خدت بالك؟ ولذلك في واحد بقى من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فأخبرني بأمر
أتشبث به، قل لي حاجة أعملها بقى تجمع لي كل ده. فقال له صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أهل العلم قالوا إيه؟ كلمة جميلة أوي على الحديث ده، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم جمع له الدين كله في تلك الكلمة اللي هي إيه؟ لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لأن الإنسان لما يذكر ربنا مش ممكن يعصى ربنا هو بيذكره. يعني معقولة مثلا واحد عياذا بالله بيشرب خمرة فهيجي يشرب خمرة هيذكر ربنا؟ طبعا لا. وهل ممكن واحد بيسرق هيذكر ربنا؟ يعني هو بيسرق بسم الله توكلت على الله مش هتركب طبعا، تمام. وواحد مثلا هيجي يقتل واحد يقول بسم الله الله أكبر، برضه مش هيعمل كده. إذن فالإنسان لو لازم ذكر الله لا يمكن يعصى ربنا، وهو في أثناء المعصية لا يمكن يذكر ربنا. يبقى لا يزال لسانك رطبا إيه؟ بذكر الله. ده يا أخت الكون ده كله، الحجارة والشجر والجبال والدواب، الكون ده كله بيسبح بحمد الله وبيذكر ربنا. فازاي انت ما تذكريش ربنا سبحانه وتعالى؟ ربنا قال ايه؟ وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. سيدنا داود يقول سبحان الله، الجبال يقول سبحان الله، الطير يقول سبحان الله. يا سلام. وربنا قال ايه؟ وإن من شيء، ما فيش حاجة في الدنيا دي كلها إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولذلك سبحان الله شوفي في الحديث في البخاري ومسلم لما فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام سيدنا علي قال لها، يعني طبعا هي تعبت من خدمة البيت، فقال لها روحي واطلبي من النبي عليه السلام خادم يعني يخدمك في البيت. فذهبت وطلبت من النبي فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، رفض النبي. ثم بعد ذلك جاءهما في البيت، جالهم في البيت فقال لهما أولا أدلكما على خير لكما من خادم؟ إذا في حاجة أفضل من الخادم؟ يعني بدل ما أجيب واحدة يعني فاطمة مثلا بدل ما أجيب واحدة تخدمها وتكنس لها وتطبخ لها ومش عارف إيه وتعمل كل ده، في حاجة أفضل من كده؟ قال لها أيوة. ما هو يا رسول الله؟ قال إذا آويتما إلى فراشكما فسبح الله عز وجل 33 واحمد الله عز وجل 33 وكبر الله عز وجل 34 فذلكما خير لكما من خادم. شوف قد ايه تقوم فاطمة عليه السلام تسبح ربنا كل ليلة قبل ما تنام 33 وتحمد ربنا 33 وتكبر الله 34. فكان ذلك أفضل عندها من الخادم، كان يعينها على شغل البيت. ودي نصيحة بنوجهها لكل أخت ست بيت بقى، إن أنت قبل ما تنامي قولي الذكر ده بيقين في وعد الصادق صلى الله عليه وسلم. تسبحي ربنا 33، تحمدي الله عز وجل 33، تكبري الله عز وجل 34. هتصبح الصبح تلاقي عندك نشاط وقوة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. طيب سيدنا زكريا عليه السلام في يوم من الأيام اشتهى إن ربنا يرزقه بالولد. عايز الولد ليه؟ عشان يكمل الرسالة اللي هو ماشي بيها، اللي هي إيه؟ الدعوة إلى الله عز وجل وأن يعبد الناس لله سبحانه وتعالى. فبشرته الملائكة بأن ربنا هيرزقه بالولد. طب عايز علامة تثبت لي إن زوجتي بقت حامل، إيه هي العلامة؟ فجعل الله عز وجل ذكر الله عز وجل علامة على تلك المعجزة. كان إيه؟ كان المعجزة إن هو زوجته أصلا ما بتخلفش، كبرت في السن وهو كمان كبر في السن، ورغم ذلك ربنا رزقه الولد في هذا السن. وكانت العلامة اللي يعرف من خلالها إن زوجته بقت حامل إن هو هيقعد 3 أيام أو 3 ليالي لا يستطيع أن يكلم الناس كلاما عاديا، وإذا أراد أن يذكر الله تكلم. سبحان الله، يعني لسانه لا ينطق في هذه الأيام إلا بذكر الله. دي كانت علامة على إن زوجته بقت حامل وإن ربنا رزقه بالولد. شوف قد إيه؟ قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. خدت بالك؟ طيب سيدنا يونس عليه السلام لما وقع في بطن الحوت بأمر من الله عز وجل، ربنا نجى سيدنا يونس بإيه؟ بذكر الله عز وجل والتسبيح. فلولا أنه كان من المسبحين كانت النتيجة إيه؟ للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يا سلام. شوف سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه كان بيستغفر ربنا ويسبح الله عز وجل في كل يوم 12,000 تسبيحة، ويقول هذا بقدر ديتي. هذا إيه؟ بقدر ديتي. يا سبحان الله. بل أنا أذكر والله شاب أنا أعرفه بنفسي، الشاب دوت دخل في يوم من الأيام يعمل عملية جراحية وهو في البنج متبنج بنج كلي. فالدكتور بنسأله بعد العملية أخباره إيه؟ الحمد لله. قال سبحان الله رأيت من هذا الشاب أمرا عجيبا. فبنسأله إيه هو؟ قال والله كان متبنج لمدة 4 ساعات، يعني ما هوش درين بالدنيا، وسبحان الله كان لسانه لا يفتر عن ذكر الله عز وجل وهو متبنج. يا سلام.
اللي بيحب حد بيذكره ما ينساوش أبدا. أخ برضه بيحكي لي عن واقعة جميلة جدا بتحصل لي كل ليلة. بيقول لي والله كل ليلة أتوضى وأروح أنام، يقول لي وافضل أذكر ربنا سبحانه وتعالى لحد ما أروح في النوم. أول ما أقوم في الثلث الأخير عشان أصلي قيام الليل وأصلي صلاة الصبح، يقول لي سبحان الله أقوم من النوم ألاقي لساني شغال بذكر الله لوحده. يا سبحان الله. يبقى إذا الإنسان لما بيحب حد لازم يذكره. ثالث حاجة أخت، احنا قلنا 14 سبب يخلي ربنا سبحانه وتعالى يعني يخليك تفوزي بمحبة الله سبحانه وتعالى. ثالث حاجة التقرب إلى الله بالنوافل. خدي بالك في ناس كل شغلهم في دنيتهم يقول لك أنا عايز أدي الفرائض وبس. ده راجل ممكن يكون أو إنسان ممكن يكون يعني أهو عايز يأدي اللي عليه وخلاص. إنما اللي بيتقرب إلى الله بالنوافل بيعمل كده لأنه بيحب ربنا. هو ربنا كتب عليا في يوم قد إيه؟ 4 في صلاة الظهر و2 في صلاة الصبح ومش عارف ايه. لا أنا عايز الزيادة، أنا عايز أزود. ليه؟ بحب ربنا سبحان الله، واسجد واقترب، عايز أقرب أكتر. شوف قد إيه ربنا بيقول إيه بقى؟ حديث قدسي رواه البخاري أن الرب العلي سبحانه وتعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى، هتوصلي بقى للغاية اهي، حتى أحبه. طب فإذا أحببت، خدي الثمرات بقى يا أخت ربنا يحفظك. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، بالتوكيد، ولئن استعاذني لأعيذنه. شوفي بقى تمام الموافقة بين الرب والعبد. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. ليه يا رب؟ قال: يكره الموت وأنا أكره مساءته. يا سلام، والله العظيم الواحد لما بيسمع الحديث ده بيحس جسمه كده بيقشعر. بقى ربنا مالك الملك ومالك الملك سبحانه وتعالى يكره مساءتك، وانت لما تكوني متبرجة وما بتسمعيش أوامر الله ولا تنفذي أمر الله ما بتكرهيش ان انت تغضبي ربنا سبحانه وتعالى. شوف قد ايه يبقى يكره الموت وانا اكره مساءته. خدي بالك يا اخت، النوافل دي بيسميها العلماء ايه؟ هي مداومة الطرق على باب الملك سبحانه وتعالى. انت دايما بتطرقي على باب الملك لحد ما يتفتح، لو اتفتح مش هيتقفل تاني ان شاء الله، بحسن ظن في الله سبحانه وتعالى. خدي بالك كمان النوافل من اعظم اسباب المحافظة على السنن والفرائض. انت عارفه الاخت اللي بتصلي الفرائض بتسيب الفرائض ليه؟ يعني واحدة بتصلي بعد كده بتقول لك أنا بطلت أصلي، عارفة ليه؟ لأن هي ما بتحافظش على الفرائض بالسنن والنوافل. هي لو صلت الظهر مثلا 4 ركعات وفي سنن الظهر قد إيه؟ في 4 قبليه وفي 2 بعديه، لكن في حديث تاني بيقول لك من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله جسده على النار. هي لو حافظت على 4 قبل الظهر و4 في الظهر و4 بعد الظهر لا يمكن هتسيب الظهر أبدا، صح ولا لا؟ لأنها محافظة مأمنة على عبادتها بإيه؟ بالسنن. وبعدين تيجي بالليل نوافل، قيام ليل، ما شاء الله. خدت بالك؟ يبقى إذن السبيل الأعظم للمحافظة على الفرائض إن أنت تداومي على السنن والنوافل. ولذلك تلاقي السلف الصالح دايما تلاقي عندهم ما شاء الله اجتهاد كتير جدا في النوافل. ليه؟ أدوا الفرائض زي ما ربنا عايزها سبحانه وتعالى، وأكثروا من السنن، وبعد كده اجتهدوا فين؟ في النوافل، وكانوا بيتنافسوا على الموضوع ده تماما. كانوا يصلون كثيرا ويصومون كثيرا. وخدي بالك من حاجة بقى، النوافل دي بقى كمان هتنفعك في الآخرة. في إيه؟ حديث صحيح إن المولى عز وجل يوم القيامة لما يلاقي العبد فيه نقص عنده في الفرائض يسأل إيه؟ الملائكة وهو أعلم هل عندهم من تطوع؟ عنده نوافل؟ فيقولون بلى يا رب. فيقول جل وعلا فاجبروا به كسر الفرائض. يعني النوافل اللي انت بتصليها دي يوم القيامة لو في فرائض عندك واقعة النوافل تخش مكانها. يا سلام، يبقى انت كده ايه؟ بتأمني على نفسك بفضل الله عز وجل وتأمني على عبادتك. يبقى التقرب إلى الله بالنوافل من أسباب الفوز بمحبة الله. رابع حاجة الزهد في الدنيا، وهي الدنيا كلها أصلا لا تستحق أي شيء. اسمعي الحديث الجميل ده، حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح، إن واحد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. دي أهم حاجة، وأحب للناس دي بعدها مش مشكلة بقى. المهم أهم حاجة أن ربنا يكون راضي عنه وبيحبني. دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. يبقى لما تزهدي في الدنيا ربنا يحبك. ليه؟ لأن الدنيا أصلا ربنا سبحانه وتعالى يعني لم يجعل لها أي قدر. ربنا لو عايز يكرمك هيكرمك في الجنة مش في الدنيا. هو ربنا لما قال كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم قال أعددت لعبادي الصالحين، قال في الجنة ولا في الدنيا؟ قال في الجنة.
صح ولا لا؟ الأعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وشوف بقى أمك عائشة رضي الله عنها وارضاها وهي بتقول لابن أختها عروة بن الزبير، الحديث في البخاري ومسلم، قالت والله يا ابن أختي إن كان ليمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. يا سلام، بيوت النبي 9 ما فيهمش طبخة لمدة شهرين، أي نعم ما فيهمش ولا طبخة، النار دي ما تولعتش لمدة شهرين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت الأسودان التمر والماء. تقدر تعيش على التمر والمية أسبوع واحد؟ تقدر تعيش على التمر والمية لمدة أسبوع بس؟ تقدري؟ أنا ما أظنش. ورغم ذلك أمك بتقول لك إحنا عشنا على التمر والمية شهرين كاملين، شهرين كاملين. شوف قد إيه سبحان الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان فعلا الدنيا دي لا يعيرها أي اهتمام. ده النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه الصحابة، والحديث عند الترمذي سند صحيح، لقوا حبيبي صلى الله عليه وسلم نايم على حصير، والحصير ده أثر في جنب النبي. فقال له ابن مسعود يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء يعني فراشا لينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. ولذلك سبحان الله أنت لما بتزهدي في الدنيا أنت بتزهدي أصلا في شيء لا يساوي في ملك الله أي شيء. خدت بالك؟ لأن النبي قال كده ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. خدت بالك؟ والحديث الثاني النبي عليه السلام قال لو كانت، يعني ما حصلش والله، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. تزهدي في الدنيا، بص بقى في الآخرة، قرني بين الدنيا والآخرة. النبي قال حديث رواه مسلم ما الدنيا في الآخرة، يعني الدنيا بالنسبة للآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. جربي الموضوع ده كده وانت واقف كده عند المحيط أو عند البحر الأحمر أو المتوسط، حط صبعك في المية وطلعي صبعك وبص بنقطة المية اللي طالعة على صبعك دي تمثل إيه بالنسبة للبحر الكبير اللي انت شايفاه؟ تمثل حاجة؟ ما تمثلش أصلا. أهي دي الدنيا بالنسبة للآخرة، وإلا أصلا لا نسبة ولا تناسب، بس النبي قال كده من باب تقريب الأفهام. بس يبقى الدنيا ما تساويش اللي الناس النهارده عمالين بياكلوا بعض عشانها، والدنيا في النهاية ما تساويش. لذلك تجد بقى في الحديث اللي رواه مسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف لك أدنى أهل الجنة، أقل واحد ليه ملك في الجنة، قال عنده قد إيه؟ قال له جل وعلا أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فالراجل طبعا عارف ملوك الدنيا دول كان بياخدوا إيه. ده الملك في العصور اللي فاتت كان ليه مثلا ربع الكرة الأرضية أو نصف الكرة الأرضية، فيقول رضيت يا رب، طبعا هو عارف، فيقول جل وعلا هو ربنا ما يرضلوش باللي هو رضي لنفسه، فيقول جل وعلا لك ذلك ومثله 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 ومثله، في المرة الخامسة بيقول رضيت يا رب، فيقول جل وعلا لك ذلك و10 أمثال. إيه رأيك؟ ملك 50 ملك من ملوك الدنيا، يعني قد الكرة الأرضية على الأقل 12 مرة. يا سبحان الله، ده ملك إيه؟ أدنى واحد من أهل الجنة سبحان الله. واللي بعد كده بقى أشد وأحسن، يقول جل وعلا ولك ما اشتهت نفسك. ما هو ممكن تشتهي نفسه قد اللي خده 1000 مرة، يطلب اللي هو عايزه. ما هو بيطلب من مين؟ من مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. شوف قد ايه الدنيا ما تساويش. ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك وأنت فيها خالد. يا سلام. طب وآخر من يدخل الجنة، حديث أيضا رواه مسلم عن ابن مسعود، النبي بيقول إيه؟ إن ربنا هيقول لهذا العبد، هيقول له إيه؟ أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ يعني أنا لما بقول لك النهارده تزهدي في الدنيا، هو أنا بقول لك ازهدي في الكرة الأرضية؟ ده أنا بقول لك ازهدي في نصيبك أنت، في حقك أنت. وربنا سبحانه وتعالى قسم الأرزاق بين كل المليارات اللي عايشة دي. خدت بالك؟ يعني لو إن ربنا إدى الكرة الأرضية دي كلها ليك أنت لوحدك، فاهم إزاي؟ يبقى ما أكرمكيش، لأن الإكرام الحقيقي فين؟ في الجنة. ما هو ربنا هيقول كده للرجل، هيقول له إيه؟ أترضى أن أعطيك الدنيا؟ هي الدنيا دي كرة أرضية بس؟ أبدا، ده الكون ده كله بقى. أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول جل وعلا عبدي إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. اللي أنا عايزه هعمله. مش فده سبحانه وتعالى هو القادر سبحان الله. يبقى إذن إيه السبب الرابع من الأسباب اللي تخليك تفوزي بمحبة الله؟ الزهد في الدنيا. وسبحان الله شوفوا أمنا عائشة بتقول إيه؟ حديث رواه البخاري ومسلم، بتقول إيه؟ بتقول لقد كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا
يعني ما يكفي لقوت اليوم ولا يفيض. ومات النبي كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، مات النبي ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير. يا سلام، يبقى الدنيا دي كلها سبحان الله النبي يخرج من الدنيا وما يلاقيش عنده غير 7 دراهم، يقول لعائشة رضي الله عنها تصدقي بهن يا عائشة. فالنبي كان بيغمى عليه، ولما يفوق تصدقتي بهن يا عائشة؟ تقول شغلني مرضك يا رسول الله. فيقول تصدقي بهن كيف ألقى ربي عز وجل وفي بيتي 9 دنانير بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. السبب الخامس لخليك تفوزي بمحبة الله جل وعلا مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الرب جل وعلا. هتلاقي يا أخت حاجات كتيرة جدا تحول بينك وبين طاعة الله سبحانه وتعالى. زي إيه؟ هديك أمثلة بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. صديقة مش ملتزمة، كل ما تقابليها تقول لك تعالي بقى، ده أنا عندي ليكي بقى حتة ألبوم أغاني، إنما إيه بقى حاجة تحفة، ده أنا عندي ليكي بقى حتة فيلم لسه نازل محدش شافه لسه، ده أنا عندي وعندي. ما تدلكيش أبدا على طاعة ربنا. على قد ما تقدري ابعدي عنها. ليه؟ لأن دي هتبقى سور بينك وبين طاعة ربنا، ولحد ما بس ربنا يكرمك وعودك يشتد في طاعة الله، وبعد كده ترجعي لها مرة تانية عشان تدعيها إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ممكن تلاقي زوج غير صالح، زوج أنت لما اتجوزتيه ما كنتيش ملتزمة، بعد كده أنت التزمتي هو لسه ما التزمش. حاولي باللين وبالرحمة وبالهدية والأسلوب الطيب كده إن أنت تدعيه إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. مش عايز يلتزم، مش عايز يصلي، مش عايز يعرف طريق ربنا سبحانه وتعالى أبدا، حاولي بقدر الإمكان إن أنت تتخلصي من أي حاجة تحول بينك وبين طاعة الله سبحانه وتعالى. ممكن يكون إيه تاني؟ ممكن يكون عمل أو دراسة فيها اختلاط بين النساء والرجال، ابعدي عنها. المهم يكون ربنا مقصود من كل الكلام ده كله، المهم يكون ربنا أغلى عندك من الدنيا وما فيها. وصدق من قال لقد كان يسبي القلب في كل ليلة 80 بل 90 نفسا وأرجحوا، يهيم بهذا ثم يألف غيره ويسلوهم من فوره حين يصبح. وقد كان قلبي ضائعا قبل حبكم، وكان بحب الخلق يلهو ويمرح. فلما دعا قلبي هواك أجابه، فلست أراه عن خبائك يبرح. حرمت منائي منك إن كنت كاذبا، وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح. وإن كان شيء في الوجود سواكم، يقر به القلب الجريح ويفرح. إذا لعبت أيدي الهوى بمحبكم، فليس له عن بابكم متزحزح. فإن أدركته غربة عن دياركم، فحبكم بين الحشا ليس يبرح. وكم مشتر في الخلق قد سام قلبه، فلم يره إلا لحبك يصلح. هوى غيركم نار ترضى ومحبس، وحبكم الفردوس بل هو أفسح. فيا ضيم قلب قد تعلق غيركم، فيا ضيم قلب قد تعلق غيركم، ويا رحمة ممن يجول ويكدح. لقد كان يسبي القلب في كل ليلة 80 بل 90 نفسا وأرجح. يهيم بهذا ثم يألف غيره، ويسلوهم من فوره حين يصبح. وقد كان قلبي ضائعا قبل حبكم، وكان بحب الخلق يلهو ويمرح. فلما دعا قلبي هواك أجابه، فلست أراه عن خبائك يبرح. سادس حاجة أخت تجلب لك محبة الله سبحانه وتعالى،
مجالسة الصالحات، إن أنت تختاري أخت فاضلة، أخت صالحة تعينك على طاعة ربنا، تاخدك لدروس العلم، تقعدك في مقرأة قرآن، تتعلمي، تدرسي بفضل الله سبحانه وتعالى، تذكرك بالله سبحانه وتعالى. شوفي حبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في الحديث القدسي الذي رواه أحمد بسند صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتواصلين فيا، وحقت محبتي للمتناصحين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتباذلين فيا. خدي بالك بقى، المتحابون فيا ده كلام الحق جل وعلا، المتحابون فيا على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. يا سلام، سبحان الله. شوف بقى المشهد الجميل ده بقى اللي بيخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا زار أخا له في قرية، فأرسل الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ أنت رايح فين؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. فقال له الملك: فإني رسول الله إليك أخبرك أن الله قد أحبك لحبك إياه. مجرد أن راح له زيارة يعني فاز بمحبة الله سبحانه وتعالى. فوق ده كله يا أخت، سبحان الله، محبتك لأختك المؤمنة هتكون سبب أن أنتوا الاثنين تكونوا يوم القيامة في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك. يقول صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري ومسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن بينهم رجلان تحابا في الله. كلمة رجلان تحابا في الله مش مقصود بها رجالة وبس، لا طبعا، زي قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، مع أن الخطاب للذكور لكنه يشمل الذكور والإناث. زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، برضو يشمل الذكور والإناث. هنا نفس الحكاية، ورجلان تحابا في الله تشمل برضو لو 2 أختين حبوا بعض في الله يبقوا في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وفوق ده كله كمان يوم القيامة لو حبيت أخت في الله وهي حبتك في الله، أنت تشفع لها وهي تشفع لك يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، إن المؤمنين يوم القيامة هيشفعوا في بعض أمام الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى ده 6 حاجة من أسباب الفوز بمحبة الله. 7 حاجة قيام الليل. يا سلام، لذة ونعمة لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. يقول جبريل عليه السلام للحبيب المصطفى، وشوف بقى لما يكون جبريل أمين الوحي وأمين الملائكة بيقول الكلام ده لسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الحاكم بإسناد حسن. يقول جبريل عليه السلام للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وحبيبك صلى الله عليه وسلم بيخبر كما عند مسلم يقول: ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة. كل ليلة يا أخت، زي ما قلت لك في أول الدرس، قومي واسألي واطلبي إن ربنا يحبك. خدت بالك؟ ينزل ربنا جل وعلا كل ليلة إلى السماء الدنيا فينادي علينا ويقول جل وعلا: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ وهكذا يظل الحق جل وعلا يردد تلك الأسئلة 3 إلى أن يطلع الصبح. وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: بل ويدعو لك ولزوجك. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة بيدعي لك صلى الله عليه وسلم: ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. طيب، فإن قام وصليا الاثنين الزوج والزوجة، فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أجمل حاجة بقى وأجمل لذة لما تلاقي نفسك في عز الشتاء والناس نايمة والدنيا برد وانت قايمة عشان تتوضي في عز البرد. ليه؟ عشان أقف بين إيدين حبيبي، بين إيدين ربي سبحانه وتعالى، فتقومي وتصلي وتصف قدميك. أحد السلف بيوصف الإحساس الجميل ده، بيقول إيه؟ بيقول: والله لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم واللذة، والله إنهم لفي نعيم ولذة عظيمة. يا سلام، شوف إحساسهم كان عالي إزاي. يعني سبحان الله. احنا قلنا دلوقتي احنا لسه ما زلنا في طريقنا للفوز بمحبة الله سبحانه وتعالى. احنا ذكرنا 7 أسباب، فاضل 7. سبحان الله. السبب السابع اللي احنا قلنا له ايه؟
اللي هو قيام الليل. طبعا قيام الليل هيحتاج إلى قراءة قرآن، ولذلك السبب الثامن هو قراءة القرآن بالتدبر والتأمل لمعاني كتاب الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أبي نعيم بإسناد الحسن: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. شوف لفظ الحديث، فليقرأ في المصحف. القرآن كله كلام الله، وربنا طبعا يحب من أحب كلامه. ولذلك جه حديث جميل قوي في البخاري ومسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث رجلا على سرية، فكان هذا الرجل كان يقرأ لأصحابه بالفاتحة وقل هو الله أحد في كل صلواته الجهرية. فلما رجعوا شكوا هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، يعني إيه اللي خلاه كان دايما بيقرأ بقل هو الله أحد؟ فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله قد أحبه بحبه إياها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالقرآن عايزك تخلي القرآن أنيسك في الدنيا، عشان ربنا يحبك ويرفع قدرك في الدنيا بالقرآن، ويخلي القرآن أنيسك في قبرك، ويوم القيامة يجي القرآن يشفع لك كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت لو عشت مع القرآن قلبا وقالبا، روحي اتعلمي، روحي اقعدي في مقرأة لأخت من الأخوات، والحمد لله ربنا أكرمنا في هذه الأيام بأخوات كتير جدا بفضل الله تعلموا أحكام التجويد وأحكام التلاوة بفضل الله عز وجل. تقعدي على أيديها تتعلمي بفضل الله سبحانه وتعالى. القرآن هيكون سبب رفعة قدرك في الدنيا، ولما تيجي تدخلي قبرك هينفعك في قبرك بإذن الله سبحانه وتعالى. حديث جميل قوي رواه الحاكم بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك، اللي هي تبارك الذي بيده الملك، هي المانعة من عذاب القبر. ودي نصيحة لكل أخت مسلمة قبل ما تنامي، بالله عليك اوعي تنسي قراءة سورة تبارك. لو مت في تلك الليلة لكان ذلك سببا في نجاتك من عذاب القبر. يبقى ما فيش عذاب في القبر، يبقى نعيم في القبر إن شاء الله سبحانه وتعالى. في الآخرة بقى القرآن هيشفع لك يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع. خدي بالك، شافع وشفاعته مضمونة، وماحل مصدق محامي هيقف يدافع عنك بين ايدين ربنا، وربنا هيقبل دفاع القرآن عنك. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، بس مش لأي حد بقى يا أخت. خدي بالك، من جعله أمامه قرأ القرآن، تدبر القرآن، فهم معانيه، عمل بما فيه. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. حديث ثاني رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. حتى لو جيت تدخل الجنة عشان ترتقي في الجنة، أسانسيرك في الجنة هو القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة، هيتقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وكلمة يقال لقارئ القرآن، قارئ القرآن ممكن يكون ذكر ممكن يكون أنثى، هتبارك سبحان الله. ولذلك سبحان الله السلف الصالح يا أخت كان لهم إحساس عالي جدا مع القرآن، كانوا عايشين بقلوبهم فعلا مع كتاب الله. شوف سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، كان يصلي بالقرآن كله في ركعة الوتر. صدق الكلام ده؟ والأثر صحيح كالشمس. سبحان الله، سيدنا عثمان كان بيصلي بالقرآن كله في ركعة الوتر فقط. سبحان الله. الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة كان في شهر رمضان كان بيختم القرآن 60 مرة بالليل ومرة بالنهار. أختي ممكن تسأل دلوقتي تقول: الله، هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3؟ يعني لا يفهم القرآن من قرأه في أقل من 3 ليالي. أقول لك صح، لكن الإمام الذهبي بيقول تعليق على الحديث ده جميل قوي، بيقول لكن هناك مواسم للطاعة. بمعنى شهر رمضان هو شهر القرآن. يعني تيجي في شهر رمضان لما تسيبي كل العلوم التانية وتشغلي نفسك بالقرآن، يبقى ده المطلوب. فالإمام الشافعي كان بيعمل كده، كان بيشغل نفسه في شهر رمضان بالقرآن، فكان بيكتر من عدد الختمات في شهر رمضان، فكان يختم القرآن 60 مرة بفضل الله سبحانه وتعالى. عامر بن عبد الله بن الزبير لما جه في سكرات الموت سبحان الله ولقوا قاعدين جنبه بيبكوا وزوجته عماله بتبكي، فقال: لا تبكوا، فوالله لقد ختمت القرآن في هذه الزاوية أكثر من 4000 مرة تحسبا لهذا الموطن عند وفاتي، حتى يشفع لي القرآن عند ربي عز وجل. شوف قد ايه. طيب، تاسع حاجة من أسباب فوز الأخت بمحبة الله سبحانه وتعالى إيثار محاب الله عز وجل على محابك. يعني هو ده الاختبار الحقيقي بقى، لما يكون في حاجة انت بتحبيها لكن الحاجة دي ما ترضيش ربنا،
هتفضلي رضا الله ولا رضا نفسك؟ هي دي بقى المسألة اللي احنا عايزين نقف عندها. لو تعارض أمر الله مع أمر النفس لابد أن تؤثري رضا الله. ندي أمثلة بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. ربنا أمر بالقرآن والشيطان أمر بالغناء، هتسمع كلام مين؟ الله أم الشيطان؟ يعني لازم تسمع كلام ربنا، يبقى هتقرأ القرآن وتسيبي الغناء. طيب ربنا أمر بالحجاب والشيطان يأمر أو النفس تأمر بالتبرج، هتسمع كلام مين؟ هنسمع كلام ربنا طبعا، يبقى هتعمل هتلبس الحجاب. ربنا أمرك بصلاة الفجر والشيطان والنفس والهوى بيقول لك نام، الدنيا برد والجو مش عارف عامل ازاي، وبعدين ده انت يعني لابد ان انت ان انت تريحي جسمك سبحان الله. فلابد ان انت تقومي تتغلبي على النفس وعلى الهوى وعلى الشيطان، وتقومي وتتوضي في عز البرد وتصفي قدميك بين يدي الله سبحانه وتعالى. خدي بالك يا اخت، ممكن الاخت تنجح في النوافل وفي ذكر الله وفي العبادات، لكن في مسألة يتعارض فيها الشرع مع النفس، هو ده الاختبار الحقيقي. هتشوفي ان انت هتعمل هتسمع كلام ربنا ولا تطوع نفسك. في اللحظة دي لو انتصرت على نفسك يبقى انت فعلا بتحب ربنا، ولو حبيت ربنا وانتصرت على نفسك وهواك وشيطانك اكيد ربنا هيحبك، وده بحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى. يبقى دي تاسع حاجة، إيثار محاب الله على ما تحبه نفسك. خدت بالك؟ طيب 10 حاجة، مشاهدة نعم الله وآلائه وأن تشكر الله عز وجل على تلك النعم. خدي بالك من حاجة يا أخت، أكيد نعم ربنا سبحانه وتعالى بتغمرني وبتغمرك، صح ولا لا؟ يعني نعم ربنا إحنا ما نقدرش نعدها، ربنا قال كده وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تأملي معايا نعمة البصر، عارفة عينيك ديت فيها كم بس عدسة ربنا جعلها لك عشان تشوفي بيها، كل عين فيها 5000 عدسة. متخيل حاجة زي كده؟ 5000 عدسة دي كل مجموعة عدسات ليها وظيفة معينة. العدسات ديت تقرب، والعدسات ديت تبعد، والعدسات ديت تجيب الألوان، والعدسات ديت تخليك تبص يمين وفوق وتحت وشمال. سبحان الله، كل ده بنعمة واحدة، 5000 عدسة. تخيلي نعمة الهواء، نعمة الأكسجين اللي انت بتتنفسيها، نعمة عظيمة جدا سبحان الله. لما تشوفي حد داخل يعمل عملية جراحية في مستشفى، يعني لو احتاج أكسجين بيبيعوا له الهواء، هم دول بيبيعوا الهواء فزايز بقى سبحان الله، يعني بيبيعوا لك اللتر الهواء بقد ايه؟ ب 2 جنيه. انت بتحتاجي تتنفسي قد ايه في الدقيقة؟ 10 لتر هواء. 10 لتر في 2 جنيه ب 20 جنيه. في الدقيقة بكام؟ في الساعة بكام؟ في اليوم بكام؟ يعني شوفي لما تحسبيها كده، شوفي نعمة واحدة بس، نعمة الهواء اللي انت بتتنفسيه ببلاش. لو حبيت يعني بعض الناس لما تيجي تلاقي مثلا خارج من الصلاة يقول أنا لسه مدي ربنا حقه. لا يا سيدي، لو عايز تدي ربنا حقه بقى تعالى نتحاسب بقى، تعالى هات نعمة الهواء دي، ادفع كل يوم في الدقيقة بكام؟ 20 جنيه. طيب في الساعة اضربي بقى دقيقة في 60 دقيقة ب 120 جنيه في الساعة. 120 جنيه في الساعة في ال 24 ساعة بكام؟ ادفع بقى وقول أنا اديت ربنا حقه. ده في الهواء بس، أمال في البصر هتدفع كام؟ طب في القلب تدفع كام؟ طب في العقل، ما انت لو ممكن كل النعم دي عندك وبعدين سبحان الله وما فيش عقل، سبحان الله إنسان يمشي زي المجنون في الشارع، الأولاد الصغيرين يحدفوه بالطوب. لا، ربنا أكرمك بنعمة العقل، بنعمة البصر، بنعمة السمع، بنعمة اللسان اللي بتتكلمي وتعبري بيه عن حاجاتك اللي انت عايزاها، بنعمة الإيد اللي بتاكلي بيها وتستعملها في كل خير، بنعمة رجليك اللي بتمشي بيها إلى دروس العلم وإلى جلسات القرآن، بنعمة يعني نعم لا تعد ولا تحصى. وقبل ده كله وبعد ده كله نعمة الإسلام ونعمة الهداية. تخيلي معايا كده أخت، لو كنت لحد دلوقتي لسه متبرجة، لسه ما لبستيش حجاب، لا تخيلي معايا اللي أكتر من كده، تخيلي معايا ان انت هتفضلي متبرجة لحد ما يدخل عليك ملك الموت. بالله عليك كنت هتعملي ايه؟ كان يبقى حالك ايه لما تقابل ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة ويسألك ليه ما لبستيش حجاب؟ تقول له يا رب بس انا كنت عايزة كده. شوف بقى الآخرة والنهاية ممكن تكون ايه. طب انت دلوقتي لبست الحجاب، ايه اللي حصل؟ أدركتني رحمة الله، ربنا أكرمني، ربنا هداني، ربنا رزقني بنعمة الهداية. يا سلام، أنا عايز أديك مثالين والمثال ده عكس ده عشان تعرفي بس قدر النعم اللي ربنا أنعم بها عليك. كان في بنت، يمكن أنا حكيت لك القصة دي قبل كده في شريط، أختها واقفة مع النفس. سبحان الله، الأخت دي تتمشى في الشارع، كانت لابسة ستريتش وحاطة مكياجات وحاطة عطور، فقابلتها أخت فاضلة خارجة كده شايلة هم الدعوة. فأول ما قابلتها ابتسمت في وشها، واحنا قلنا اتفقنا قبل كده ودايما بنتفق وبنذكر بعض بالكلمة دي، احنا دعوتنا أساسها البسمة والرحمة، نرفع شعار البسمة والرحمة. سبحان الله. فقالت لها يا أخت تأذني لي أخد ساعة من حياتك؟ قالت لها تعملي بيها إيه؟ قالت لها نروح بيها جنة الدنيا. قالت لها فين جنة الدنيا؟ قالت لها في بيت ربنا. فكانت فاضية ساعتها، قالت لها طيب تعالي. دخلت معاها المسجد
وسبحان الله طبعا منظرها صعب جدا بالنسبة للأخوات قاعدين، أخوات مختمرات وأخوات منتقبات ربنا يثبتهم ويحفظهم، ودي داخلة وسطهم بالاسترتش والمكياجات يعني سبحان الله منظر طبعا إيه بالنسبة لهم ملفت. فأول ما دخلت فكان يعني سبحان الله الأخت الثانية ذكية جدا وكانت فقيرة بس كانت ذكية جدا، فقالت لها طب يعني تأذني لي أجيب لك بس حجاب تلبسيه في أثناء الدرس وبعد الدرس إلعي. قالت لها خلاص ماشي. دخلت بره، طلع بره الأخت مش اشتريت لها حجاب وادته لها، والبنت ديت لأول مرة تلبس حجاب، لأول مرة تشيل مكياج، ولأول مرة تتوضأ لله سبحانه وتعالى. دخلت وتوضت، صلت المغرب، سمعت درس بين المغرب والعشاء كان عن وصف الجنة والنار، ثم بعد ذلك صلت صلاة العشاء. وهي خارجة الأخت بقى اللي هي دعتها إلى الله سبحانه وتعالى قالت لها سامحيني يا أخت، أنا ما أقدرش إن أنا أقسم عليك أكتر من كده، لو عايزة تقلع الحجاب اقلعيه، لو عايزة تبطلي صلاة براحتك، أنا حبيت بس أدوقك طعم ولذة الإيمان، حبيت أدخلك جنة الدنيا. قالت لها أبدا والله ما هسيب الصلاة يعني لحد آخر لحظة في عمري، وهفضل لابس الحجاب لحد ما أدخل قبري بأكفاني والله، وسأدعو إلى الله بنفس الطريقة الرحيمة الجميلة اللي انت دعيتيني بيها. خرجت الأخت، صلت المغرب، سمعت درس علم، صلت العشاء، خارجة وهي بتحمل هم الدعوة على كتافها. وهي نازلة من المسجد أول ما نزلت وحطت رجلها تحت الرصيف جت عربية صدمتها فماتت، ومن مات على شيء بعث عليه. قبل ساعة من الزمن يا أخت كانت لو ماتت كانت ماتت على إيه؟ على تبرج، على مكياج، على روايح حطاها، على ما فيش صلاة، على عمرها ما سجدت لله. دلوقتي خارجة وهي بتحمل هم هذا الدين، ومن مات على شيء بعث عليه. ده مثال يا أخت، واحدة تداركتها رحمة الله عز وجل وربنا هداها قبل ما تموت بساعة. طب اديكي مثال الثاني بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. بنت راكبة ميكروباص ولابسة برضه ستريتش ومكياجات وعطور وعلى أحدث موديل وأحدث موضة وماسكة المحمول في إيديها. طلع أخ يركب الميكروباص بيبص على الكراسي ما لقاش مكان فاضي إلا جنب هذه الفتاة المتبرجة. فالمهم يعني قعد جنبها بس يعني بعد جسمه عنها شوية، وبعدين بقى يعني مع غض البصر بدأ يدعوه إلى الله عز وجل. يا أخت ربنا يحفظك، والآخرة والجنة والنار والوقوف بين يدي الله، وده انت حفيدة عائشة وأسماء وصفية، وقعد بقى يذكرها بالله سبحانه وتعالى. وبعدين انت عارفة يعني ربنا يحفظك ان مسألة التبرج ده أمر يغضب ربنا سبحانه وتعالى. فما كان من هذه الفتاة الجريئة إلا إنها راحت مطلعة الموبايل من جيبها وقالت له إيه؟ يعني أنت متأكد إن ربنا بيغضب لمسألة التبرج دي؟ قال لها طبعا. قالت له طب خد الموبايل اهو، كلم ربنا واسأله إذا كان الموضوع ده يغضبه ولا لا. طبعا من هول هذه الكلمة الشاب ده ألجم، ما قدرش يتكلم خالص وسكت وودى وشه الناحية الثانية. شويتين سواق الميكروباص بيقول يا جماعة الأجرة لو سمحتوا، فلموا الأجرة قدام قال لهم ناقص نفر. فالشاب ده قال له إيه؟ قال له أيوة الأخت اللي جنبي لسه ما دفعتش. فجاي السواق بيبص لها بيقول لها الأجرة يا أخت، فلقاها ميتة. يا سبحان الله، شوف قد إيه إن الله لا يملي للظالم ويملي له حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فأنت لما تبص النعم ربنا عليك نعمه كتيرة جدا والله، بس يا ريت تعرفي تشكري ربنا على النعم دي. شوف ربنا بيقول إيه؟ وقليل من عبادي الشكور. أنا عايزك تكوني من القليل دول بقى، عايزك تكوني من أخوات أو من البنات المعدودين أو المعدودات على أصابع اللي في كل نعمة بتشكر ربنا. أشكرك يا رب، أحمدك يا رب، والله يا رب نعمك علي كتيرة، أنا ما أستحقش هذه النعم لكن أعمل إيه؟ ما أنت الكريم يا رب سبحانه وتعالى. عايزك دايما تتذكري نعم ربنا عليك سبحانه وتعالى. طيب رقم 11 انكسار القلب بين يدي الحق جل وعلا. خدي بالك من حاجة بقى، حتة إن القلب ينكسر بين إيدين ربنا دي نعمة جليلة والله، مش أي حد بيرزق النعمة دي. وصدق من قال أنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين. خدي بالك يا أخت، الله رب وأنا عبد، وينبغي للعبد أن ينكسر لسيده سبحانه وتعالى. لذلك اختلف علماء السلف والخلف في مسألة أيهما أفضل، الشاب الذي لم يذنب قط أم التائب من الذنب. خدي بالك، سألوا ابن عباس رضي الله عنهما فقالوا له سؤال جميل قوي، قالوا له إيه الأفضل عندك يا إمام؟ واحد بيؤدي الفرائض فقط ولا يؤدي لا السنن ولا النوافل، يعني يدوب بيؤدي الفرائض لكنه لا يجترئ على معصية الله، والثاني بيؤدي الفرائض والسنن والنوافل لكنه جريء على معصية الله. أي واحد فيهم أفضل عندك؟ قال لهم الأفضل عندي اللي بيؤدي الفرائض فقط ولكنه لا يجترئ على معصية الله. الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة بيعلق على المسألة ديت في مجموع الفتاوى، بيقول إيه؟ لأننا نعلم يقينا أن العبد إذا وقع في معصية
فقد استحق غضب الله عز وجل. صح ولا لا؟ واحد قاعد بيشرب خمر دلوقتي، هنقول ربنا راضي عنه دلوقتي ولا غضبان عليه؟ طبعا غضبان عليه في اللحظة دي. طيب فإذا تاب فنحن لا ندري أصادق هو في توبته أم أنه لم يصدق في توبته. يعني ما احناش عارفين ربنا غفر له ولا لا، لأن المسألة متوقفة على صدقه في التوبة إلى الله عز وجل. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ سبحان الله. الرأي الثاني بقى بيقول حاجة تانية خالص. الرأي الثاني بيقول لا، ده التائب أفضل من الذي لم يعص الله قط. قالوا ليه؟ قال لأن التائب بيحدث عبودية زائدة على عبودية الذي لم يعص الله، اللي هي إيه؟ عبودية الذل والانكسار لله جل وعلا، لأنه يجعل الذنب أمام عينيه. كل ما يفتكر الذنب يقول يا رب اغفر لي، كل ما يفتكر الذنب يا رب ارحمني سامحني، أنا ما كنتش أقصد يا رب، أنا يا ربي أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا يفضل يذل نفسه لله سبحانه وتعالى، فبيحدث عبودية جديدة لله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله لما تيجي معايا بقى ترجع لحتة إيه؟ الشفاعة، حديث الشفاعة يوم القيامة، لما كل الناس تتوجه إلى الأنبياء والرسل طالبين الشفاعة لبدء الحساب، فيذهبون إلى آدم عليه السلام وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى وإلى محمد صلى الله عليهم أجمعين. خدت بالك؟ فكله هيقول إيه؟ نفسي نفسي اذهبوا إلى غيره، ويتذكر ذنبا قد فعله، مع أن ربنا غفر لهم، يعني غفر لهم هذه الذنوب، ورغم ذلك الكل إيه؟ لا يذكر إلا ذنبه، إلا سيدنا عيسى سيدنا محمد عليه السلام. سبحان الله، الكل يقول فقد فعلت كذا، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيره. ولذلك صدق من قال فرب طاعة أورثت عزا واستكبارا، ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا. وقال أحدهم إن العبد لا يعمل الذنب فيدخل به الجنة، وإن العبد لا يفعل الطاعة فيدخل بها النار. فسألوه كيف ذلك؟ قال العبد يفعل الذنب فلا يزال الذنب نصب عينيه، فيستغفر ويتوب إلى الله عز وجل من ذلك الذنب فيرضى الله عنه فيدخله الجنة. وإن العبد لا يفعل الطاعة فيفتخر بتلك الطاعة ويستكبر ويستعلي حتى يدخل بتلك الطاعة إلى النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العنصر رقم 12 في أسباب فوز الأخت بمحبة الله مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته. خذي بالك يا أخت، لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى، ونحن نؤمن ونثبت لله جل وعلا كل ما أثبته لنفسه وكل ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. ندي مثال ونوضح. لو آمنا بأن الله هو الرزاق، يبقى اللي بيبيع شيء محرم زي السجاير والدخان والخمر والحاجات دي كلها يبقى لا يؤمن بأن الله هو الرزاق. ليه؟ لأنه بيظن إن السجاير أو الدخان أو الخمر دي هي سبب الرزق. خدت بالك؟ طب أنت بيبيع الحاجة دي ليه؟ عشان هي اللي بيجيب الزباين، يبقى أنت لا تؤمن بأن الله هو الرزاق. خدت بالك؟ إنما لو بيؤمن إن ربنا هو الرزاق، إيه الشيء اللي ربنا حرمه كذا يبقى بلاش منه. طب ما الرزق هي اللي مش مشكلة، المهم تحل بركة ربنا في هذا الرزق، والمهم إن أنا ما أغضبش ربنا أبدا. طيب فإذا علمت بأن الله هو السميع تخاف تقولي أي كلمة تغضب ربنا. طب لو علمت إن ربنا هو البصير تخافي وتستحي إن ربنا يراكي وأنت متبرجة أو يراك على أي معصية. خدت بالك؟ لو علمت بأن الله هو الرحيم تطمعي في رحمة الله. لو علمت بأن ربنا هو الغفور تطمعي إن ربنا يغفر لك ذنوبك. يبقى مطالعة القلب لأسمائه وصفاته. رقم 13 احنا فضلنا حاجتين. رقم 13 حب الأنصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جميل قوي رواه البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. طيب فمن أحبهم إيه الثمرة بقى؟ فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وطبعا أكيد أنت بتحب كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك نفسك تكوني معهم يوم القيامة في الجنة ومع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. فالمرء مع من أحب. حديث في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك بيقول إن في واحد أعرابي جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله متى الساعة؟ هي القيامة إمتى؟ فصرفه النبي من المهم إلى الأهم، فقال له صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ يعني مش مهم الساعة إمتى، المهم أنت مجهز نفسك ولا لا للقاء الله سبحانه وتعالى. قال وماذا أعددت لها؟ قال والله يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله.
فقال له صلى الله عليه وسلم: فأنت مع من أحببت. يقول أنس بن مالك راوي الحديث: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. لماذا يا أنس رضي الله عنه وارضاه؟ قال: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وإحنا والله وأكيد أنت كمان، إحنا كلنا بنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنحب كل الصحابة، وبنحب كل التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. رقم 14، وده آخر عنصر في هذا الدرس، إن إحنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حبيب الرحمن، ومن أحب النبي أحبه الرب العلي سبحانه وتعالى. وخذي بالك من حاجة: لن تذوقي طعم الإيمان إلا لو حبيتي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حديث في البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أول حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا عجب في ذلك، فلقد أحب الكون كله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، يقول لأصحابه: أحد، يعني جبل أحد، أحد جبل يحبنا ونحبه، بل ولما صعد النبي على جبل أحد هو وأبو بكر وعمر وعثمان، والحديث في البخاري ومسلم، اهتز الجبل فرحا بقدوم النبي وأصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. سبحان الله. بل وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: والله إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة. بل وتعلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يوضع الطعام في يده كان يسبح. وأخبر بذلك ابن مسعود كما عند البخاري قال: كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي. بل وعند مسلم يقول ابن مسعود: كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي. بل ولما ترك النبي الجزع، والحديث عند البخاري، لما ترك الجزع وصعد على المنبر ليخطب حن الجزع وبكى، ونزل النبي فاحتضنه فسكن الجزع لأنه كان يبكي لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى آخر عنصر حبك للنبي يكون سبب في فوزك بمحبة الرب العلي. آخر حاجة أختم بها الدرس: يا ترى إيه هي الثمرات اللي ممكن تحصلي عليها إذا فزتي بمحبة الله؟ هقول لك كفاية والله، أعظم ثمرة في الدنيا دي كلها وفي الآخرة إن أنت تكوني من اللي فازوا بمحبة الله. كون إن ربنا يحبك دي كفاية. أنت عايز حاجة أكتر من كده؟ دي أول ثمرة وأغلى ثمرة وأحلى ثمرة. الثمرة الثانية زي ما قلت لك إن أنت هتفوزي بمحبة جبريل عليه السلام وكل ملائكة السماوات السبع بل وأهل الأرض، كما أسلفنا في الحديث الذي رواه مسلم أن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع: يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. الثمرة الثالثة كما عند البخاري: فإذا أحببته، يقول جل وعلا: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث كما سمعتي. رابع حاجة إن اللي يفوز بمحبة الله سيجد حلاوة الإيمان دائما في قلبه. 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. 5 ثمرة إن ربنا هيستعملك قبل موتك ويرزقك حسن الخاتمة. الدليل على كده حديث جميل قوي رواه أحمد والحاكم بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا عسله، وفي رواية: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ييسر له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عنه ثم يقبضه على ذلك العمل، كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الثمرة الأخيرة إن ربنا لو حبك هيدخلك الجنة، والجنة وصفها الحق جل وعلا فقال: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما تنسيش عنوان المحاضرة: أختاه من يحبك؟ عايزة مين يحبك؟ بعد الكلام اللي سمعتيه ده كله، يا ترى ممكن تتخيلي إن أنت ممكن تحبي إن حد يحبك غير ربنا؟ أظن لا. أظن إن أنت دلوقتي نفسك إن ربنا يحبك، نفسك إن ربنا يرضى عنك، لأن أعظم نعمة في الدنيا وفي الآخرة إن ربنا يحبك ويرضى عنك. أنا أسأل الله جل وعلا إن ربنا يحبك ويحبنا كلنا
ويجمعنا في جنته التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وما زالت الصفحة مفتوحة لنعيش مع رسالة أخرى من سلسلة رسائل إلى الأخوات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.